طبعا في مواضيع كتيرة احنا بنتناولها بشكل يومي في الشارع بتاعنا، وحواديت كتيرة بنقعد نحكيها مع بعض، وكل حدوتة بيبقى ليها بطل يعني. وطبعا من الاستوديو الجميل بتاع دون في فكرة ان انا هعمل برنامج اسمه حواديت الشارع. هنتكلم في كل حدوتة فيه عن حدوتة معينة الناس بتتناولها. وصراحة بطل الحدوتة بتاعت النهاردة هي حدوتة غريبة شوية، بس بطلها وان كان هو ظاهرة، هي حاجة غريبة بس في نفس الوقت هي مش حاجة جديدة علينا. بطلها واحد اسمه كروان مشاكل. صراحة كروان مشاكل اسمه تداولناه في الفترة الأخيرة كتير جدا، ولما جيت أدور هو أستاذ كروان ده بيقدم إيه أو بيعمل إيه، لقيته في الآخر هو أصلا ما بيقدمش حاجة. في الآخر كل اللي هو بيعمله ده حاجة أصلا مش مفيدة، وبعض الأحيان إن أنا ما بقاش أصلا حابب إن أنا أعرضها في بيتي أو أعرضها على أهلي. طب هتيجي تبص اللي هو ظاهرة دي، يعني إن هي انتشرت اشتهرت لدرجة إن كان هو ظهر في مسلسل، ونقيب الممثلين طلع يقول إن أنا هعمل مش عارف إيه غرامة مش عارف 100,000 جنيه على المسلسل اكس، يعني اللي هو ظهر فيه كرام مشاكل والقصص زي دي، حاجه من هذا القبيل. بس هو السؤال هنا، هل هو ذنب كرام مشاكل ولا هو ذنب مين ان هو شهره؟ يعني ايه اللي خلاه اصلا يشتهر؟ هو احنا معلش يا جماعه، احنا لا مؤاخذه اللي بنعمل للا مؤاخذه ما هو انا طول ما انا قاعد اتكلم عليه وقاعدين نعمله وننشره ونعمل ريبوستنج للصور بتاعته، هو اكيد هو هيشتهر اكتر من كده. فلازم اصلا الظواهر اللي زي دي احنا اصلا ما نتناولهاش بصفه كثيفه. طب السؤال التاني، هل هو ده المثال السائد وسطنا وسط شبابنا ووسط اخواتنا وجيراننا؟ انت لو بصيت اللي حواليك، اخواتك، جيرانك، اصحابك، هتلاقي اصلا مش ده المثال السائد يعني بصراحه. فعشان كده احنا لازم ننظر للامور دي بنظره اكثر رقي، وان احنا اصلا ما نتناولش المواضيع دي، عشان في الاخر احنا بنقدم لابنائنا ايه، بنقدم لاخواتنا ايه. فمعلش هو مش ذنب المعلم كروان مشاكل ده، لا هو احنا اللي عاملين الشهرة دي. فلازم احنا نشوف المواضيع اللي احنا بنتناولها ونركز عليها، عشان في الاخر نركز على الحاجة الهادفة ونقدم حاجة مفيدة تنفع بها الناس. فلما اخويا او صاحبي يشوفها، لا في الاخر انا انفعه والدنيا تبقى معاه تمام. لو الحدوته عجبتك اعمل لايك وشير وسبسكرايب، واستنى الحدوته الجديده من حواديت الشارع. السلام عليكم.